نواجه بعض المشاكل في العالم. زلزال كروي يهز الفيفا، وثائق خطيرة تنسب لجيفري إبستين، تصريحات صادمة من رئيس الفيفا جياني إنفانتينو، والمغرب في قلب عاصفة عالمية قبل كأس العالم 2030. لكن في البداية لو أنت مغربي ولع التعليقات بديما المغرب، وما تنساش تضغط إعجاب على الفيديو وتشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات علشان يوصلك كل جديد. أثارت تسريبات خطيرة منسوبة إلى وثائق يقال إنها تعود لجيفري إبستين جدلا واسعا داخل الأوساط الرياضية والإعلامية العالمية، بعد أن زعم أنها تكشف كواليس حساسة داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، وتحديدا ما يتعلق بدور المغرب في تنظيم كأس العالم 2030 والعلاقات المعقدة بين الفيفا والاتحاد الإفريقي لكرة القدم. وبحسب ما يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع غير الرسمية، فإن هذه الوثائق تتضمن تصريحات منسوبة إلى رئيس الفيفا جياني إنفانتينو وصفها متابعون بالخطيرة والمفاجئة، خاصة لما تحمله من اتهامات غير مسبوقة وتفاصيل تتعلق بصراعات النفوذ داخل كرة القدم العالمية. ووفقا لهذه التسريبات، قال إنفانتينو إن إسبانيا والبرتغال قامتا بالتوسل إلى المغرب من أجل قيادة ملف تنظيم كأس العالم 2030، معتبرا أن المغرب بات الطرف الأقوى والأكثر تأثيرا في هذا المشروع المشترك بفضل خبرته التنظيمية وتطوره الكبير في البنية التحتية الرياضية وقدرته على إنجاح التظاهرات الكبرى. وتزعم الوثائق أن رئيس الفيفا أقر في كواليس مغلقة بأن ملف 2030 ما كان له أن يحظى بالقبول الدولي لولا انضمام المغرب إليه، وأن الدول الأوروبية المشاركة واجهت صعوبات كبيرة دفعتها للاعتماد بشكل شبه كامل على الجانب المغربي، سواء من حيث الملاعب أو التنظيم أو الدعم اللوجستي. وفي تطور أكثر حساسية، تشير التسريبات المزعومة إلى أن المغرب يرفض حاليا مشاركة بعض المنتخبات الإفريقية على أراضيه خلال مباريات كأس العالم 2030، وهو ما تسبب حسب هذه الادعاءات في أزمة داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، وأحرج قيادته أمام الفيفا. وبحسب ما نسب إلى إنفانتينو، فإن هذا الموقف المغربي أدى إلى توريط الكاف سياسيا وتنظيميا، وربطه البعض بشكل مباشر بانسحاب المغرب من تنظيم كأس إفريقيا 2028 في خطوة اعتبرها مراقبون حينها بمثابة رد فعل على توتر العلاقة بين الرباط والاتحاد القاري. وتربط التسريبات بين هذا الخلاف وبين سلسلة من الأحداث المثيرة للجدل التي شهدتها بطولة كأس إفريقيا، وعلى رأسها نهائي البطولة الذي وصف بأنه كان من أكثر النهائيات إثارة للفوضى في تاريخ المسابقة. وتشير الوثائق المتداولة إلى أن اقتحام الجماهير السنغالية لأرضية الملعب وما صاحبه من مشاهد فوضوية، إضافة إلى انسحاب مدرب منتخب السنغال من تصريحات إعلامية لاحقة، شكل صدمة كبيرة داخل أروقة الفيفا، وطرح تساؤلات جدية حول مستوى التنظيم والانضباط في بعض البطولات الإفريقية. وبحسب هذه التسريبات، فإن إنفانتينو اعتبر تلك الأحداث نقطة سوداء أثرت سلبا على صورة الكرة الإفريقية عالميا، ودفعته حسب ما نسب إليه إلى إعادة تقييم العلاقة مع الكاف، خاصة فيما يتعلق بإسناد تنظيم البطولات الكبرى مستقبلا. وفي جزء آخر بالغ الخطورة، أعادت هذه التسريبات فتح ملف قديم يعود إلى عام 2010 والمتعلق بمنح جنوب إفريقيا حق تنظيم كأس العالم على حساب المغرب، في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في تاريخ الفيفا. ووفقا لما جاء في الوثائق المنسوبة لجيفري إبستين، فإن رئيس الفيفا السابق جوزيف بلاتر وبمشاركة رئيس الكاف السابق عيسى حياتو لعبا دورا محوريا في سحب تنظيم المونديال من المغرب ومنحه لجنوب إفريقيا في ظروف وصفت بأنها غير شفافة. وتذهب هذه الادعاءات إلى أبعد من ذلك، حيث تزعم أن عملية التصويت داخل الفيفا شابتها شبهات فساد مالي، وتحدثت عن مبالغ مالية كبيرة تم دفعها مقابل التأثير على قرارات بعض الأعضاء، وهي اتهامات سبق أن أثيرت إعلاميا في السنوات الماضية دون أن تحسم قضائيا بشكل نهائي. ويرى محللون أن إعادة إحياء هذا الملف في هذا التوقيت الحساس تزامنا مع التحضيرات لمونديال 2030 قد يكون محاولة لإعادة خلط الأوراق داخل الفيفا، أو ممارسة ضغوط غير مباشرة على المغرب في ظل تصاعد نفوذه داخل كرة القدم العالمية. ورغم خطورة ما ورد في هذه التسريبات، يؤكد متابعون أن الاتحاد الدولي لكرة القدم
لم يصدر أي بيان رسمي يؤكد صحة هذه الوثائق أو ينفيها، كما لم يخرج جياني إنفانتينو بأي تصريح علني يوضح حقيقة ما نسب إليه. كما لم يصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أي رد رسمي، ما يترك الباب مفتوحا أمام التأويلات والتكهنات، ويزيد من حالة الجدل والضبابية التي تحيط بهذا الملف الشائك. ويحذر خبراء إعلام وقانون من خطورة التعامل مع مثل هذه التسريبات دون التحقق من مصادرها، مؤكدين أن عالم كرة القدم شهد سابقا العديد من القضايا التي استخدمت فيها وثائق مسربة كأداة لتصفية الحسابات أو التأثير على الرأي العام. تواصلت أصداء الجدل المثار حول تصريحات إلى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو والتسريبات المرتبطة بوثائق يقال إنها تعود لجيفري إبستين لتتجاوز حدود الإعلام المحلي وتصل إلى الصحافة العالمية التي تناولت الملف من زوايا مختلفة، ما بين التحليل السياسي والرياضي والتشكيك والتحذير من خطورة الاعتماد على تسريبات غير مؤكدة. صحف أوروبية كبرى مثل The Guardian البريطانية تناولت الجدل في إطار أوسع، معتبرة أن ملف تنظيم كأس العالم 2030 أصبح أكثر تعقيدا من أي وقت مضى، خاصة مع دخول عوامل سياسية وتنظيمية جديدة على الخط في ظل الدور المتنامي للمغرب داخل كرة القدم العالمية. وأشارت الصحيفة إلى أن أي حديث عن تسريبات داخل الفيفا يعكس حجم الصراعات الخفية بين مراكز النفوذ، خصوصا مع اقتراب الاستحقاقات الكبرى. من جهتها ركزت لومون الفرنسية على البعد الجيوسياسي للملف، موضحة أن المغرب لم يعد مجرد شريك تنظيمي، بل لاعبا محوريا يصعب تجاوزه، وهو ما يفسر حسب تحليل الصحيفة حساسية أي أخبار أو تسريبات تمس موقعه داخل منظومة الفيفا. واعتبرت الصحيفة أن إعادة فتح ملفات قديمة مثل مونديال 2010 يعكس محاولة لإعادة كتابة التاريخ الكروي في لحظة مفصلية. أما الصحافة الإسبانية وعلى رأسها البايز وماركا فقد تعاملت بحذر واضح مع هذه المزاعم، مشيرة إلى أن الشراكة الثلاثية بين إسبانيا والمغرب والبرتغال في تنظيم كأس العالم 2030 تمر بمرحلة دقيقة، وأن أي تسريبات غير مؤكدة قد تؤثر على الرأي العام، لكنها لن تغير من الواقع الرسمي للملف ما لم تصدر مواقف واضحة من الفيفا. وفي البرتغال تناولت صحيفة إيبولا الموضوع من زاوية رياضية بحتة، معتبرة أن الجدل الدائر يعكس الضغوط الهائلة المرتبطة بتنظيم أكبر حدث كروي في العالم، مؤكدة أن المغرب يمتلك حاليا بنية تحتية وتنظيمية تجعله عنصرا أساسيا في أي مشروع مشترك. على الجانب الآخر من الأطلسي أشارت صحف أمريكية مثل The New York Times في تقارير تحليلية سابقة عن الفيفا إلى أن المؤسسة الدولية لا تزال تعاني من إرث طويل من الفضائح والتسريبات، وأن أي ربط بين أسماء مثيرة للجدل وكرة القدم العالمية يعيد إلى الأذهان سنوات فقدت فيها الفيفا الكثير من مصداقيتها. كما علقت بي سي سبورت بنبرة متحفظة، مؤكدة أن الفيفا مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بالشفافية والوضوح، خاصة مع الانتشار السريع للأخبار غير المؤكدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها المباشر على الجماهير. ويرى مراقبون أن إجماع الصحافة العالمية رغم اختلاف زوايا التناول يتمثل في نقطة واحدة أساسية: لا يمكن التعامل مع هذه التسريبات كحقائق نهائية دون أدلة رسمية، لكن في الوقت نفسه لا يمكن تجاهلها، لأنها تعكس حجم التوتر والصراع داخل كواليس كرة القدم العالمية في مرحلة مفصلية تسبق مونديال 2030. وفي النهاية، إذا كنت مغربيا شجاعا ولا ترضى بالظلم للمغرب، اكتب في التعليقات ديما المغرب، ولا تنسى الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد.